هاي شباب، معاكم زياد من قناة جيم انترتينمنت، والنهاردة فيديو ختام سنة 2024. ده يا جماعة اخر فيديو هينزل في السنة دي ان شاء الله. ونبدأ بقى الفيديوهات بتاعت السنة الجديدة على امتى؟ هنبدأها على الاجازة. فطبعا الفيديو النهاردة عبارة عن مفاجأة مش عايز احرقها عليكم، فبدون ما اطول اكتر من كده، سمعت صوت، فبدون ما اطول اكتر من كده لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. اوكي طبعا يا شباب، ده يعني ما هحرقها عليكم خلاص يعني. ده فيديو كان اسمها ايه؟ ده فيديو خرافات في لعبة جراني، او ان احنا هنجرب حاجات الناس بتقول ان هي حقيقية ونشوفها هي حقيقية ولا مش حقيقية. ونبدأ بأول حاجة معانا النهاردة. زريبيو زريبيو زريبيو، انا خايف اقع بس. الله اكبر، ليه دي بتتنطر هناك؟ الله اعلم يعني. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرمي القلة وطلع وبوظت انا الخدعة كده. شكرا، انا بوظت الخدعة. طيب هنجرب تاني ادوني بقى لحظة هقطع كده. طبعا انا بس عشان نبقى متفقين، انا قطعت عشان انا بوظت الدنيا، تمام؟ خليتها تطلع وهي المفروض ما تطلعش، هي ما طلعتش ازاي؟ انتوا فاهمين قصدي؟ المفروض يعني ان انتوا تكونوا فاهمين قصدي. ده المفروض ده فين؟ عند المكواجي باذن الله. هي ما طلعتش، بس انا ما اعرفش فين الدايركشن بتاعها، يعني انا ما اعرفش هي قاعده فين. بسم الله بسم الله. المفروض بقى هي تيجي، انا بس عايز الحقها قبل ما. بصوا بقى الخدعه دي بتقول ايه. احنا رمينا دلوقتي وعملنا صوت، المفروض نشوفها هي فين وننط عليها، والخدعه بايظه طبعا كالعاده يعني. اول خدعه مش حقيقيه طبعا، هي كانت الخدعه المفروض ان احنا لما ننط هنقع على جراني والاقيه سبحان الله بس مش هنتدمج وهننزل وهي بس تضربنا وخلاص. طبعا ايه، انا كنت واثق ان الخدعه دي مش شغاله. نبدا باللي بعده على طول. طبعا احنا هنجرب الحاجات دي في يعني حاجه شبه او لعبه شبه جراني اسمها هورر كريسماس، وهنجربها في جي ام ام ان شاء الله في نفس الفيديو. بس خلونا كده نخلص نسيت. هنجرب بقى الخدعه طبعا ما لحقتش يا بنت الحلال. طب يا شباب معلش ما علينا. هنجرب الخدعه اللي بعد كده، بيقولوا ان هي بتساعد. لا هنحتاج الشوتجن ولا هنحتاج اللي هو الايه اللي هو البتاع. فهمتوا حاجه؟ ما فهمتوش حاجه، ماشي. ولا هنحتاج اللي هو البتاع بتاع الحقن ده اللي هو المخدر ده يعني يكون. بما ان انا طبعا فاشل في الخدعه دي، فخلونا نجرب الخدعه اللي بعديها، وهو ايه؟ نخلص من جراني شويه. ان احنا نعمل كده، تمام؟ نرمي هنا، نعمل صوت وننزل تحت سرير ونقعد نعمل كده. بيقولوا يعني ان الخدعه دي شغاله، فاحنا هنجرب ونشوف. طبعا انتوا المفروض تفضلوا تعملوا كده الى ما لا نهايه غالبا. ها ما تيجي يا هبله يا ام بدوي. ايه يا حاجه انت ما تسمعيش؟ ايوه ايوه سرعه، عايزين سرعه. بصوا هي ما بتضربنيش وما بتنزلش بس خلاص طلعت الخدعه شغاله. طيب نبدا بقى في الخدعه اللي بتساعد اللي بعد كده. هنيجي هنا كده ونقوم عاملين كده وتدا. دي كمان شغالة، يلا شغالة وماله، شغال. طب اوكي، مضطرين نموت نفسنا عشان جراني ترجع تمشي تاني. ست جراني ترجع تجري ورانا تاني وتطاردنا. طبعا ايه، فيديو النهارده ممكن يكون بنسبه كبيره يعني مش الفيديو الوحيد اللي هينزل، ممكن انزل معاه فيديو كمان والله اعلم. وان شاء الله هحاول برضه انزل لكم الاغنيه بتاعتي اللي الاي اي عملها لي. احنا دلوقتي في اليوم الرابع وانا كلي دم. طيب اوكي، عندنا بقى بعد كده في جليتش، بيقولوا يعني ان هو جليتش. اتمنى يعني الجليتش ده يكون شغال. هو جليتش ملوش اي 13 لازمه،
عشان بس نبقى متفقين، هو جليتش ملوش اي 13 لازمه، بس هما بيقولوا ان الجليتش ده شغال، وان احنا عملنا صوت كده كده تمام، وجينا تحت الترابيزه دي بالظبط تمام، ولازم جراني تشوفنا يعني عشان الجليتش يشتغل. هنشوف طبعا الجليتش ده شغال ولا لا. هو الجليتش ملوش اي 60 لازمه او ليه لازمه لو انتوا عايزين. ايوه هي زي الغبيه تمشي كده تمام. يعني انتوا لو عملت صوت تمام وخايفين من جراني هتخلوها تيجي كده، تقوموا انتوا طالعين كده وطالعين بمنتهى السلام والسلاسه اللي في العالم، مش هيحصل اي حاجه خالص. وطبعا الموضوع فعال زي ما شفنا او زي ما شفناش يعني اللي تحبوه والله العظيم. طيب بعد كده هنجيب القله دي ولا البتاع دي ونشوف طيب اوكي، دلوقتي بس احنا محتاجين نجمع قطعة شوتجن، فيعني ايه هجمعها واجيلكوا تمام. يلا باي باي. صح، قبل الشوتجن اكتشفت ان في خدعة كمان ملهاش 13 لازمة، نعملها من ضمن الخدع اللي ملهاش 13 لازمة تمام. استنوا، ايوه نمسك المفتاح كده ونرميه ونقفل كده، نرميه، نمسك المفتاح نرميه ونقفل كده. تادا، اهيف جليتش ملوش 13 لازمه بربع جنيه يا جماعه في الكون. والله العظيم ان الجليتش ده ماليه اي لازمه بربع جنيه، بس يعني لقيت الناس تعمله فقلت اما اعمله معايا في الفيديو. هروح طبعا دلوقتي اجمع قطعه شوتجن واجي. طب شباب حابب اشاركوا، انا مش لاقي اي حاجه من الشوتجن، فيعني هنخرج ونخش ايه جيم تاني تمام، عشان انا مش لاقي اي حته من الشوتجن. وهو الجيم التاني يعني بما ان انا صراحة حافظه فهيوفر علينا وهيخليني اعرف اعمل جليتشات كتير، لان هنلاقي شكوش هنلاقي الشيكوش بسهولة يا شباب والله العظيم. ما احنا فعلا هنلاقي الشيكوش اللي انا محتاج اخد بيه على دماغوش بنطقوش العبيطوش ده، قسما بالله حالة نفسية. ما علينا، طبعا انا نسيت اجرب خدعة تمام، فبما ان احنا معانا فرصة لان احنا عدنا يوم من الاول، فهنجيب هذه الفازو نعمل سوتو هنا هو بسبتو، ونيجي تحت ترابيزو. طبعا دي خدعة لو انت انسان فارغ هو في ايه، طبعا دي خدعة لو انت انسان فارغ وفاضي وقدامك وقت ان انت تستني حاجة عبل ما تيجي وتقف في الكورنر اللي انت عملت فيه صوت، وتقوم انت قايل لها ايه، تقوم انت قايل لها واحدة الجم شكرا سلام عليكم ما عملناش اي حاجة. طب يا جماعة الشوتجن واجي، شوتجن عجبتني اوي الشوتجن. اوكي قلت اختصر، بدل ما اجيب الشوتجن اجيب الويبن كي ايه، اجيب الويبن بديهي يعني وبس خلاص. هو انتوا عرفتوا يعني الباقي اعتقد يعني لو انتوا اذكياء اظن ان انتوا عرفتوا الباقي. نعمل كده عبل ما تيتا تيجي او جيراني او الحاجة عبل ما تيجي نكون احنا رحنا خلصنا المهمة وجينا. يا رب اعرف اعملها بس عشان ما اعرفهاش اعملها بالويب بونكي والله بجد ما اعرفش اعملها بالويبن الغبي ده، لازم اعملها بالشوتجن، فاتمنى ان انا اعرف اعملها وده يعني استحالة حرفيا. هنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت محتاجة ترفع فوق شوية، انا من منظوري الهندسي ان هي محتاجة ترفع شوية، ولا انتوا شايفين ايه؟ انا شايف ان هي مفهوم يعني. هروح اجيب بتاع واجي. عملت صوت يختي. طبعا احنا هنجرب اخر تجربة، لو ما نجحتش تجربتنا وهي بنسبة 100% مش هتنجح. ايوه لا نجحت. طب اشمعنى بقى؟ انا عايز اعرف اشمعنى بقى، اشمعنى نجحت المرة دي بقى، اشمعنى؟ ايه ده؟ هموت ما موتش والله العظيم جت معايا بالحظ. ودي يا جماعه خدعه عشان لو حصل معاكم نفس الموقف الغبي اللي حصل معايا تعملوها، يلا ببلاش وبالصدفه، ويعني اروح اسجلها بقى براءة اختراع واجري وارجع لكم. ما تخلونا بقى نعمل خداعنا بقى ونخلص بقى.
اوعى يالا اجري. طيب الخدعه اللي بعد كده بيقولوا ان هي يعني مفيده شويه بس مش مفيده قوي يعني، عشان كمان يحرق الوقاحه يا شيخ. بيقولوا نرمي البتاع دي هنا كده ونعمل صوت ونركن هنا ونتاكد ان علامه السرير باينه تمام، ونفضل هنا شويه فهنستنى الحاجه تيجي بس انتوا عرفتوا بقى. ايه فايده الخدعه دي؟ تمام. فايده الخدعه دي ان هي بتدي وقت عبال ما ترجع تفوق تاني. طبعا عارفين ان هي لو جت على البتاعه دي بتاخد وقت عبال ما تفوق، قصدي ما بتاخدش وقت، لكن لو احنا عملنا الخدعه دي هتاخد وقت طويل عبال ما تفوق. طب ما تنزلي يا حاجه، ما تنزلي يا اما. هي ما بتنزلش. بس اديله واتظبطت خلاص ما علينا. هتشوفوا بقى جراني في حالة يا عيني وهتاخد وقت عبال ما تصحى. بصوا لا حول ولا قوة الا بالله. بصوا دخلنا فيها حرفيا هتاخد بقى وقت محترم عبال ما تصحى، وهتشوفوا ان هي تاخد وقت محترم عبال ما تصحى. وتعالي تاني عشان محتاجينك في الخدعة اللي بعد كده. لسه ما خلصناش خدعنا بقى يعني، لسه ما خلصناش. لو احنا لسه ما خلصناش بقى وخلاص. طبعا عادي الوقت بيعدي وهنشوف بقى هل هي فعلا تاخد وقت ولا لا. طبعا ما بتاخدش وقت زي كل ده، انتوا يعني مش شايفين ان هي ما صحيتش الا بقى لو العتب عن النظر يعني. I need hammer. هروح اجيب لك الهامر واجي. هي حتى الان جراني لا توجد بالخدمة يعني، حتى الان جراني مش موجودة حتى الان. هل يا ترى ممكن تتوجد فجأة؟ ما ممكن. جلشت من اللعب. اعتقد ان هي صحيت كده يعني، مش ملاحظين ان هي طولت يعني. بذمتكم احنا لو كنا جمدناها كده كانت تاخد كل الوقت ده؟ لو كناش جمدناها بالطريقه دي كانت هتاخد كل الوقت اللي هي خدته دلوقتي. طبعا الجليتشات التانية بقى، او مش جليتشات يعني عشان بقى اكون دقيق وصريح، اللي جاي كله يعني حاجات للحذر والتوعية. هوعيكم وهحذركم من شوية اخطاء ممكن تقعوا فيها وتزعلكم حبتين تلاتة. طبعا الاول عايزين لنا ملة من الملل. تمام، هناخد ملة من الملل، وفي اكتر من خدعة بتتعمل بالملة دي، او بيقال يعني ان هي بتتعمل بالملة دي. هنخش هنا، دي اول واحدة، ان احنا نخش هنا ونرمي كده. تمام، فالمفروض يعني، وانا شايف ان هي مش شغالة او يمكن عشان حطيتها غلط، المفروض ان احنا نقدر نطلع عليها، بس هي مش شغالة. فبكده تكون كل الخدع دي بايظه. طيب اوكي، الخدعه التانية، او مش الخدعه التانية بقى، نبدا بقى في التوعيه. ان انا هقول لكم حاجات ما تعملوهاش علشان ما تموتوش موتات غبيه. طيب بصوا بقى يعني، معرفش فين جراني، بس احنا هنرمي ده كده وانا اوريكم التوعيه فين. في برضو خدعه عايزين نجربها، هنختم بقى الفيديو في خدعه عايزين نجربها. ايوه، بيقولك ان وهي بتتجمد لو انت عديت كده مش هيجرالك اي حاجه، بس انا شايف يعني ان في جليتش. وادي التوعيه يا جماعه، انتوا لو عملتوا الحركه الغبيه اللي انا عملتها هتموتوا موته غبيه. طبعا الجليتش كان بيقول ان احنا ممكن نعدي عادي وهي بتتجمد ومش هيحصل لنا اي حاجه، بس زي ما انتوا شايفين انا وقعت للاسف ومت. وبس هو ده كان الفيديو، وباي بايات، واتمنى ان انا اعرف انزل لكم فيديو كمان مع الفيديو ده.